يا عم خلاص وما تقعدش بقى تغلط وتكبر الموضوع وتقولي كدابين وجميل اللي كدابين. خلاص يا مصطفى قول ان انت مش عايز وخايف على شقتك. لا مش كذب، لا انت كده بتغلط بقى فينا بقى. مش بتعمل يعني هم عاطينك، يعني انا اهلي عاطينك بالتوب. ازيكم عاملين؟ وحشتوني جدا 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 جدا. بصوا بقى يا جماعه، احنا طبعا بقى لنا فتره موقفين مقالب او مشغولين يعني. فطبعا ايه مصطفى مش هيجي في باله خالص خالص ان انا بعمل مقلب. احنا موقفين الفتره دي يعني عشان مشغولين في حاجات الشقه والكلام من ده. دعونا كتير. بس انتوا وحشتونا جدا والله العظيم. المهم ان انا جايه دلوقتي اعمل مقلب كده في مصطفى سريع. هو المفروض جاي النهارده يتغدى عندنا وكده، والمفروض ان احنا ايه قاعدين شويه، فانا قلت لازم استغل الموقف. المهم احنا دلوقتي المفروض ان احنا عايزين نروح نتقدم لمحمد في بنت يعني عايز تقدم لها وكده، محمد اخويا. والمفروض ان اهل البنت يعني عايزين شقه. تمام، ده حقيقي يعني مش بنكذب. بس الفكره ان احنا قلنا يعني هنشوف شقه الاول وبعدين نرجع نتكلم تاني اهل البنت يعني. فالمهم انا جات لي بقى فكره جهنميه، واختبر مصطفى واشوف هو هيعمل ايه، وهيطلع فعلا 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 حد اصيل وعنده استعداد انه يساعدنا تحت اي ظرف من الظروف ولا لا. ليه بقى؟ انا هقول له دلوقتي ان احنا محتاجين الشقه بتاعتنا ان احنا نقول ان هي شقه محمد عشان اهل العروسه يوافقوا. فتفتكروا هيكون رد فعله ايه؟ تفتكروا هيتخض ولا هيتقبل الموضوع عادي؟ تفتكروا هيرحب بالموضوع ولا هيقفش بقى ويقول لي لا مش هينفع والكلام ده كله؟ فالمهم انا قلت النهارده احطه تحت اختبار، وفي نفس الوقت اقول له في الاخر ان هو مقلب بضحك عليه، لان هو طبعا اكيد احنا مش هينفع نعمل كده. بس انا قلت ايه، افكر كده واشغل دماغي وافعل وضع الخطط الجهنميه واشوف هو هيقول لي ايه. خليكوا بقى معايا وتعالوا شوفوا وانا بقول له هيكون رد فعله ايه، وهو هيبقى موافق وشايف ان الكلام ده اصلا منطقي ولا هيبقى رافض تماما. خليكوا معايا وقولوا لي رايكم. انا هندى عليه عشان هو ايه جوه. يا ابني يا ابني مصطفى، مش عارفه بيعمل ايه جوه. انت مش سامع؟ لا والله مش سامع. العربيه دي هتاخد مخك والله العظيم. العظيم. ما مش سامع بجد. ما هي الناس كلها بتركن عربيتها في الشارع يعني، محدش بيطلع يرمي نفسه على العربيه كده. لا ياما انت فاكره يوم ما كنت جايب التانية؟ ايوه انا كنت جايب التانية. عارفه ايه اللي حصل فيها بقى؟ ما قلتلكيش. لا ما قلتليش. في عيال طلعوا على السقف. طب ما يطلعوا على السقف كسروا السقف يعني؟ بقول لك في عيال طلعوا على السقف تقولي كسروا السقف. طب وايه المشكله؟ ما اي حد بيبارك العربيه في الشارع وارد ان حد يسند عليها، وارد ان يا ستي هو انا قلت لك ما حدش يسند عليها؟ بقول لك العيال طلعوا على السقف انت غريب في حوار العربيات ده. ايه اللي غريب؟ بقول لك هيبوظوا السقف. انا بندع عليك وانت مش سامع. في عركه في انت في مستوعبه؟ مش خناقه، ده هما بيزعقوا ماشيين، مش خناقه يعني. ما تكبرش المواضيع. انت بتخاف على العربيه زياده عن اللزوم. انت بتخاف على العربيه زياده عن اللزوم. طب ما انا لازم اخاف عليها يا بنتي. خايف. هو مال سايب؟ لا مش مال سايب ولا حاجه. المهم صابرين تبقى تمام. شربت البيبسي كلها وانت واقف جوه؟ انا والشيف. الله يهنيك. في ايه بصلي فينا؟ لا يا حبيبي الف هنا، محدش يقدر يجيب حاجه. بقول لك ايه، انا كنت عايز اطلب منك طلب. لا طب مش لما تسمع الاول ايه طلب؟ ما طلباتك كترت الفتره دي. لا والله لا ملوش علاقه. بص هو له علاقه بالشقه بس ملوش علاقه بالتوضيبات اللي احنا بنعملها يعني. مش هكلفك حاجه والله. اه سامعه؟ يا ركز معايا. مش انت اطمنت على العربيه؟ انت بقالك ربع ساعه واقف جوه. ما يا ستي ما انا عشان لو حصل حاجه لا مفيش حاجه. اسمعني بس، عايزه اخد رايك في حاجه والله. ويعني انا عارفه انت اكيد مش هتقولي لا. لا اقول لك لا عادي يعني. هطلب منك طلب بسيط يا مصطفى. طب عايزه ايه؟ طب ما تقولي. طب ما انت مش مرحب بالموضوع ما تقولي لا. اهلا رحبت الموضوع كده. دمك سم على فكره. ما انت بتقولي مش مرحب، ما انا رحبت اهو. لا يعني بجد والله العظيم. نتكلم جد بقى، نتكلم جد. ماشي قولي عايزه ايه. نطلب منك طلب. بس عارفه لو طلب صعب مش هوافق. لا خلاص. احنا اخر مره لما رحنا الشقه قلت لها خلاص مش هطلب حاجات تانية. ماشي. انا عايزه مفتاح الشقه. عايزه مفتاح الشقه. يعني ايه عايزه مفتاح الشقه؟ عايزه مفتاح الشقه. ليه؟ هقول لك ليه. عشان انت عارف ان محمد عايز يتقدم للبنت اللي قلت لك عليها دي. ثانيه واحده عشان ما نقعدش نسيح يعني. تقريبا كنت انت قايله لي. انا لما كلمتها اخر مره عشان قلت لها ان احنا عايزين نجي لهم يعني وكده، فقالت لي ان هم عندها في البيت يعني مش عايزين ان محمد، هم موافقين بمحمد وكده. انت عارف ان هي كانت عارفاه يعني، عارفاه وشايفاه قبل كده يعني. فهي موافقه واهلها موافقين وكل حاجه، بس هم مش عايزين يعني ان هو يجي يروح يتقدم لها غير لما يكون عنده شقه.
طب ما طبيعي اي حد يروح يتقدم بيبقى عنده شقه او مثلا بيقسط في شقه، ده طبيعي. تمام، بس انت عارف ان هو محمد لسه ما حطش فلوسه في شقه، لسه عايزين نشوف له شقه والكلام ده كله. فاحنا عايزين نستغل الوقت يعني. فهنوريهم الشقه بتاعتنا على اساس ان هي شقه محمد، ولغايه لما محمد يجيب شقه عشان بس الخطوبه تتم. بتهزري؟ لا مش بهزر. ازاي يعني؟ ازاي ايه؟ يعني ايه؟ عيدي تاني كده الجمله. هما دلوقتي شرط، يعني هما شرطهم الاساسي عشان محمد يروح يتقدم ان هو يكون في شقه. مش فارق معاهم بقى الشقه دي تبقى ايجار، تبقى بتاعته، تبقى جديده يعني تمليك او ايجار، مش فارق معاهم. المهم ان هما عايزين شقه عشان هو يروح يتقدم ويوافقوا عليه. فهو دلوقتي عايز يروح يتقدم. حلو. عشان يستغل الوقت، انت عارف الحاجه بتغلى وكده ويبدا يشوف حاله. ماشي. فدلوقتي احنا عايزين نوريهم شقه او نعرفهم ان في شقه موجوده. هي الناس عايزين يشوفوا شقة العريس اللي جاي لهم. تمام. مش عايزين يشوفوا شقة والسلام. طب ما انت عارف ان هو لسه في فلوس ولسه ما ظبطتش الدنيا معاه، وان هو قريب هيجيب شقة. هو بس الفكرة ان هو عايز يستغل الوقت. طب ولما بقى بعد كده يبقى في شقة تانية هنقول لهم لا، هنقول لهم دي ان احنا اشتريناها من محمد وهو محمد شاف شقة تانية. ايوه بس ده ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ انت مش عايز تقف جنبه يعني؟ مش عايز اقف جنبه، بس يعني انتوا هتروحوا تقعدوا مع الناس وتقولوا لهم ان محمد اكيد عنده شقه. طيب محمد اكيد عنده شقه ان هي دي شقته. بالظبط. وهتروحوا تفرجوها عليه. تمام. وهيشوفوها ويعني اكيد هيتبسطوا وهيعرفوا ان الراجل عنده شقه. ماشي. الله اعلم بقى تقولوا تمليك ولا ايجار. بس بعد كده فيما بعد طب افرضي مثلا محمد اتاخر شويه، او مثلا هم الناس ضغطوا عليه وقالوا احنا مثلا نحدد جواز. لا هم عارفين ان هو هيطول فتره الخطوبه عشان هو لسه ما جابش حاجته، وانت عارف الدنيا بتبقى صعبه، فاقل حاجه هنتفق عليها سنتين. ففي خلال السنتين دول محمد هيكون جاب شقه. بعيدا عن الموضوع ده كله، هو محمد هيعرف يجيب شقه في الخطوبه. ايوه يا ابني، ايوه انا ضامنه لك الموضوع. مش ازاي؟ انا بس ضامنه لك اخويا، وانا عارفه ايه اللي معايا وايه اللي عليه. مش هينفع. اسمع مني بس. انتوا كده هتعملوا مشاكل. مش هنعمل مشاكل صدقيني والله العظيم. سيبك من ان احنا هنعمل ايه، احنا دلوقتي بس هي ماما اكيد يعني انا مش هينفع انا قلت لماما ان انا هتكلم معاك بيني وبينك عشان ما يبقاش الموضوع فيه احراج. مش هينفع. وانا قلت لها ان انت مش هتتاخر على محمد. مش هينفع. ليه مش هينفع كده يا ستي؟ ما تهزريش. ما تقف جنب الراجل عشان ربنا يسهل لك حالك يا ستي. اقف جنبه على عيني وعلى راسي، واللي هو عايزه انا اقف جنبه. طيب ماشي، ما انت بس ما انا ما ساعدوش في حاجه زي كده. ساعده عشان ربنا يكرمه يا ستي. انتوا هتروحوا تقعدوا مع الناس، هتكذبوا على الناس. مش هنكذب، احنا الفكره ان احنا لا ده كذب. لا مش كذب، لا انت كده بتغلط بقى فينا بقى. ما هو انتوا هتكذبوا على الناس. لا انت كده بتغلط فينا. انا مش بغلط فيك. لا ما يعني انت قصدك ان امي وابويا كدابين يعني؟ ما هو اللي انتوا عايزين تعملوه ده كده. انت قصدك ان هم كدابين يعني، ناس كدابه يعني؟ ما تخلي بالك من الكلام بقى. ما تخلينيش غلط. لا ما تخلي بالك من الكلام. ما تخلينيش غلط. انا بقول اللي انتوا عايزين تعملوه ده كده ما ينفعش. طبعا يعني كده معنى كده ان هم هتخشوا على الناس وتقولوا لهم والله يا جماعه احنا لسه الراجل بيكون نفسه وربنا يسهل ان شاء الله. هم شرط اساسي عندهم عشان نروح ان يبقى في شقه. يا ستي خلاص يعرفوا ظروفه يا اما يقدروه. هم عارفين يا اما يقدروا الظروف يا ما يقدروش. ما هم مقدرين كل حاجه، بس انت دلوقتي زي ما انت قلت في بدايه الكلام مفيش حد هيقبل ان حد يروح لحد غير لما يبقى في شقه. حلو الكلام ده. بدايه الكلام. حلو. لازم يبقى معاه شقه عشان يتقدم. معهوش شقه ماشي، احنا بندور دلوقتي والدنيا لسه ما ظبطتش ان هو يلاقي حاجه كويسه، في حين بقى هو مش عايز. ده اسمه كذب. ممكن ثانيه واحده مش هينفع. انت برضو بتعيدها تاني يعني؟ انت قصدك ان هم كذابين يعني؟ طب انا مش هشارك في حاجه. خلاص يا مصطفى انت مش عايز براحتك. انا مش هشارك يا ستي يا عم خلاص، وما تقعدش بقى تغلط وتكبر الموضوع وتقولي كدابين مين اللي كدابين؟ اللي انتوا عايزين تعملوه ده حوار، ده كده مش كده. احنا بنقول هنستغل بس الشقه عشان الخطوبه تتم، وبعدها ما تحرجنيش مع مامتك. خلاص يا مصطفى قول ان انت مش عايز وخايف على شقتك. ما تحرجنيش. انت ما ينفعش اصلا تقولي لي حاجه زي كده. ازاي يعني؟ مش عايزه اقف جنب اخويا يعني تقفي جنب اخوكي في الغلط؟ فين في الغلط؟ احنا بنوفق راسين في الحلال يا ابني عشان ربنا يسهل لك حالك. انت لما تساعد الشاب ان هو يتجوز. انا مش عايزه ادي حاجتي لحد. قول كده بقى. انا مش عايزه ادي حاجتي. خلاص قول كده بقى، ما تجيبهاش بقى في كذب ومش كذب. طب ما هي شقتي معاك برضه، مش هنتجوز فيها يعني. انت مش عايزني اقف جنب اخويا يعني؟ المفروض تبقى من عندك انت يعني. انت مش عايزني اقف جنب اخويا يعني وهو لسه بيكون نفسه يعني انت ترضي يعني انت ترضي ان هو ياخد الشقه يروح يعرضها؟ انا قلت لك ان هو هياخدها يقعد فيها. انا بقول لك هو هيحل ازمه. طب ما هي العروسه هتبقى عارفه ان دي شقتها خلاص بقى، ودي شقتي في العماره، دي شقتي في العماره دي. لا ماشي انت لا سيبك من راحه وجايه عليها. لا هي كويس. لا ورايحه وجايه ايه وانا ما خلاص بقى بتاعتها بقى. لا مش بتاعتها، مفيش الكلام ده.
مفيش الكلام ده. هيعرفوا ان ده مكان شقتهم وفي الدور الكذا والشقه ماشي مفيش الكلام ده، لان هو احنا بعد فتره هنكون جبنا الشقه لمحمد ان شاء الله، وهنقول لها خلاص هي دي شقه محمد وهم مش هيتكلموا. لا ما تحرجنيش، هم ما عندهمش مشكله في مكان الشقه ولا مساحتها، هم عايزين شقه وخلاص. ما تحرجنيش معاهم يا ستي. اديك شايف انت الاسعار، مش بحرجك بس انا بفكر معاك بالعقل. انت شايف دلوقتي الاسعار عماله تغلى والذهب عمال يغلى وكلها، واحنا عايزين نلم له الدنيا ونعمل الخطوبه دلوقتي. تلمي له الدنيا على اساس ايه؟ على حساب انا؟ على حسابك. تاخدي الشقه عشان تلمي الدنيا على فكره. انت غريب يعني. مش بتعامل يعني هم عاطينك، يعني انا اهلي عاطينك بنتهم اللي هو انا، وانت بتقولي على حسابك يا ستي. وانا مش لما انا جيت اتقدمت وانا كان معايا شقه؟ هو المفروض ان اي حد بيروح يتقدم بيبقى معاه شقه. طب وانت لو ما كانش معاك شقه ما كنتش هتبقى عايز اخواتك يقفوا جنبك يعني؟ اخواتي ايه اللي انا اروح اخد شقه اخويا يعني اتجوز فيها؟ ولا لا مش قصدي، بس انت يعني اكيد مش هتبقى حابب اخواتك يقفوا جنبك يعني انا ما اقفش جنب اخويا وانت ما تقفش جنب اخويا. يا ستي ما تقفي جنب اخوكي بصح، انما انت تقفي جنب اخوكي غلط. طيب ماشي انا بقول مش غلط، احنا بقول لك لا ده مش غلط، لا ده غلط، لا ده مش غلط. خلاص انت مش عايز بقى وخايف على حاجتك، دي حاجه تانية. هي معادن الناس بتبان في المواقف الصعبه الصراحه. مش هقول لك معادن ايه يا ستي؟ لا اصل انت مش عايز تقف جنب يعني انت مش عايز تقف جنب الراجل عشان ربنا يا ستي. انا بقول لك انا عايز اقف معاه في الصح، انما اقف معاه في الغلط. بص انت عمال تعمل اقف معاه في الغلط ازاي؟ تسمع وتتضايق. ما انت بتعصبيني، لو عرفت انت بتعصبيني. انت كده بتقولي اقف جنبه في الغلط. انا مش هينفع اقف جنب حد انا في الغلط. المفروض ان انت اصلا انت الكبيره عليه تقوميه وتقولي له لا ده صح ده غلط. طب وانا قلت لك ان انا هنقول لهم دي الشقه اللي هم هيقعدوا فيها. ما ينفعش يا ستي ما تكذبيش على الناس. مش برضو؟ ايوه انتوا كذابين، انتوا كده كذابين. هقول عليك ايه يا اسطى؟ يعني انت يعني مش فاهمه الصراحه. ايه اللي مش فاهمه؟ اللي انت بتطلبيه ده غلط. خلاص يا مصطفى خلاص، انت قول خايف على حاجتك، ما تقعدش بتكبر الموضوع وتغلط، عشان انا غلط مش مسموح. الغلط مش مسموح. ايه اللي كدابين في ايه يعني؟ بقول لك احنا هنستعين بالشقه مؤقتا، وبعدها هنقول لها ان احنا غيرنا مكان الشقه، وهم مش هيتكلموا عشان الولد يشوف حاله ونساعده يزق دنيته. انت بقى خايف على الشقه وخايف على حاجتك، دي قصه ثانيه. ما تقولش بقى ايه اصل انتوا ده حوار وده كد والكلام بتاعك ده. انا الحوار ده انا قلت لك النهايه بتاعته انا مش موافق فيه الصراحه. انت بقى عايزه تعملي بقى مع حالكم، شوفوا حد تاني يسلفكوا الشقه يا ابني. وانا بقول لك هيسكنوا فيها، ده هم هيروحوا يبصوا عليها وخلاص. ما ينفعش اصلا انت بتعمليه ده، ان انت تروحي على الناس وتقولي لهم ان انا عندي شقه تانية او شقه مش شقته ودي شقه العريس. ازاي؟ ما ينفعش، ده غلط وانا مش هشارك في الغلط ده. انتوا عايزين تعملوا غلط ده اعملوه مع حد تاني، انا مش هتعملوه معايا. انا معلش يعني انا مش هينفع ان انا اشارك في غلط زي ده. انما انا محمد انا اقف جنبه بصي زي ما هو عايز. تقف جنبه فين بقى ان شاء الله؟ تقف جنبه كده؟ هتقف جنبه ازاي؟ هقف جنبه كتف في كتف. كتف في كتف ازاي؟ اذا كنت انت من اول موقف ومش عايز تساعده. ما هو اول موقف صح، اول موقف غلط. انا ماليش في الغلط وانت عارفه ده. وانا بقول لك هجيب فيها رقصات. خلاص بقى ندى، الموضوع انتهى. خلاص الموضوع انتهى. وانت يبقى كمان ردك هو اللي يضايق ومش عايز تقف جنب الولد، وكمان في الاخر تقول لي فيني على الموضوع ده وانت تتضايق في ايه اصلا؟ ما اخويا انت اصلا اتضايق عشان اخويا. خلاص خلي اخوك ينفعني. ايوه طبعا ينفعني. خلاص يا روحي شوفي اخوكي بقى، دوروا له على شقه. على اخويا هي بقت كده؟ هي بقت كده زي ما انتوا شايفين. مش راضي يقف جنب الولد ولا راضي يدينا الشقه، وانا الصراحه مش عارفه اعمل ايه. بتصوري برضو؟ وانا مش عارفه اعمل ايه الصراحه. يعني انت حرقتي دمي وعصبتيني وفي الاخر بتصوري برضو؟ يعني انت مش عايز تسلف الولد الشقه؟ مش قلنا هنبطل تصوير؟ يعني انت مش عايز تسلف الولد الشقه؟ لا مش هسلفه الشقه. ربنا مش هيكبر بخاطرك ابدا. استغفر الله العظيم يا رب. انا عايز الشقه. شقه ايه اللي انت عايزاها؟ الشقه. انت بتتكلمي جد ولا ده مقلب ولا ده تصوير؟ بعيدا عن ان احنا بقالنا فتره ما بنعملش مقالب، انا كنت عايزه اختبرك. انت اتحريت كمان؟ والله يعني ايه اخد الشقه ونروح نشارك، نروح نتقدم بالشقه بتاعتي؟ انت بتهزري؟ عاجبكم احكموا يا جماعه بينا، احكموا شو يعني ايه يعني اللي بتطلبه ده صح ولا غلط؟ يا عم مش هناخد منك حاجه يا عم ولا بتاع، انا قلت اضايقك بس. طب ليه تضايقيني؟ اعمل فيك مقلب عشان انت بتعصبني اما بتيجي تعمل فيا مقلب وبتحرق. مش احنا اتفقنا ان احنا هنوقف مقلب شويه؟ طيب ماشي، ايه المشكله؟ ليه بقى انت بتكسري التعهد؟ عادي. انا هزعلك. كيفي كده؟ انا هزعلك. كيفي كده بابا؟ وبعدين مش عايزين منك شقه ولا حاجه. اخويا ربنا يكرمه ويسهلها عليه ان شاء الله. ان شاء الله يا ستي، ان شاء الله يا ستي، مش عايزين حاجه. انا اكره. لا مش تكره، لا ماشي. دي كانت النتيجه وده كان موقفه.
يقولوا لي ايه رايك. وترتني والله هو احنا يا ابني هناخد شقه نبيعها انت كمان ايه وترتك ليه يعني؟ ايوه يا ستي، ما الست بتطلبي، انت بتحطيني في موقف وحش مع بابوكي لو الكلام ده فعلا صح، بتحطيني في موقف وحش مع بابوكي ومامتك، اللي هو يعني احنا هناخد الشقه نروح نتقدم بيها. طب انا مش هقبل حاجه زي كده، يبقى انا كده هطلع وحش. انا مش هقبل حاجه زي كده ان انتوا تروحوا تكذبوا على الناس، وفي نفس الوقت انا يا ستي مش عايز افرج حد لشقتي. سوسه خايف على شكله والله العظيم. المهم قولي رايكم في المقلب، وقولي عرفت اوتره ولا لا. بص اعمل خلاص يا مصطفى، الشقه المفتاح في جيبك واحنا مش رايحين ومفيش حاجه. خلاص يا حبيبي، خلاص يا بابا، في ايه؟ ماشي. المهم يا جماعه تستنوا رايكم في المقلب، وقولوا لي انتوا مع الفكره دي ولا ضد، يعني لان انا الصراحه ضد الفكره. انتوا وحشتونا جدا والله، واحنا عارفين ان احنا مقصرين جدا، بس احنا فعلا الفتره اللي فاتت يعني ما بنتقابلش كتير، مضغوطين جدا والله، في ضغطه من بعد رمضان والعيد، بس ان شاء الله يعني نرجع تاني وانتوا وحشتونا جدا والله. اشوفكم على الف خير، هتوحشونا جدا 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 جدا. باي.